بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. كيما يبان لكم في الفيديو خياتي، اليوم ان شاء الله نحضروا كسالة محشية تجي طرية مقرمشة حبيباتي، يعني تجي طرية من الداخل ومقرمشة من برا. وصفة سهلة، يعني هاد الوصفة الصيفية تقدروا ميم توجدوها خياتي وتدوها معكم من البحر. انا كنت درتها يعني حشيتها بالجبن، نتوما تقدروا ديروا تكتوكه، تقدروا ديروها بالبولياشي ولا بيونداشي كيما تحبوا حبيباتي. يعني يعني تولي ليكم. انا كنت كيما قلت لكم حضرتها غير بالجبن. نقول لكم خياتي ما تنسونيش في الجيم والتعليق، وكذلك في الاشتراك في القناة باش تكبر ان شاء الله العائلة تاعنا بكم خياتي. ان شاء الله تكبر العائلة ان شاء الله، وان شاء الله يلحقكم كل جديد. نقولوا بسم الله. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي عندي 5 كيسان تاع السميد رطب. شوفوا حبيباتي، انا كنت درت كميه كبيره الله يبارك، يعني كنت درت حوالي 6 خبزات. انتوما تقدروا يعني تنقصوا في المقادير، تقدروا يعني ديروا غير ب2 كيسان ان شاء الله. ب2 كيسان راح يعني يديروا لكم، ولا 3 كيسان راح يديروا لكم كميه لاباس بها. المهم قسموا المقادير اللي حنعطيهم لكم. كنت درت قلت لكم 5 كيسان تاع السميد رطب، الكاس اللي هي في 250 مليلتر. درت كذلك كاس تاع الفرينة اللي هي الطحين الابيض. درت ملعقة تاع السكر، ملعقة تاع الملح. كذلك درت ملعقة تاع خميرة الخبز. يعني خميرة الخبز كما راكم تشوفوا حبيباتي ما ديروش بزاف، انا كنت درت ملعقة صغيرة فقط. ودرت كذلك ملعقة كبيرة ماشي معمرة تاع السكر، وملعقة كبيرة ماشي معمرة مليح يعني تاع الملح. وكيما شفتوا ضفت كيس تاع خميرة الحلويات اللي هي 10 غرامات. غنخلط كامل النواشف كيما شفتوا. من بعد ندير كاس غير ربع تاع الزيت. تقدروا ديروا خليط بين زيت العادي وزيت الزيتون كيما تحبوا. من بعد ما بصصت مليح السميد ديالي، هنا نبدا ندير الماء. انا كنت درت الكاس الاول ونبدا نلم فيها، يعني روحوا غير بالعقل، الماء ما يهمش يكون دافي ولا رانا في السخانه، يعني غير من الحنفيه. كيما شفتوا حبيباتي نشمخ العجينه ديالي. يعني كاين سميد ليش ما نقدرش نعطيكم مقدار تاع الماء، يعني كاين سميد كما قلت لكم خياتي اللي يشرب، كاين اللي ما يشربش. يعني حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، ما تكونش ناشفه وما تكونش يعني جاريه. يعني العجينه تكون شاده روحها. ونرش بشويه الماء، ما ديروش يعني الماء على خطره. كما قلت لكم كاين السميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. ونعركها كيما شفتوا حبيباتي، نقعد نقطع في العجينه واحد 2 دقائق فقط، لانه الوصفه ما تسحقش منا نعجنوها، يعني نعجنوها بزاف. هنا كنت ضفت ملعقه كبيره تاع المارغرين او الزبده، ونكمل نعجنها كيما راك تشوفوا حبيباتي. كما قلت لكم يعني نعجنوها من 3 دقائق واحد ثواني فقط، يعني انا راني نلم فيها هذا مكان. يعني صدقوني خياتي تجي واحد الكسرة محشية بالجبن. كما قلت لكم في اول فيديو تقدروا تحشوها هنا ما حبيتش نقطع الفيديو معكم حبيباتي. المهم قلت لكم تقدروا بالتكتوكه، عفوا بالتكتوكه ولا بفيونداشي طيبوها، يعني كما طيبوا لافاخس تاع البوراك، ولا بالدجاج مرحي كيما تحبوا خياتي. انا يعني تعجبني بزاف بالتكتوكه، كنت درتها ديجا بالتكتوكه. سمحوا لي هنا كنت كانت عاود لي المقطع. كيما راك تشوفون ندير هذيك ملعقه كبيره تاع المارغرين او الزبده، ونقعد هكذا يعني نقطع فيها هكذا حتى نحس يعني العجينه ديالي يعني ولات لي طريه ومتماسكه. من بعد نلمها ونقرصها. انا كما قلت لكم
كون درت الله يبارك كون درت 5 خبزات، قطعت العجينه تاعي على 10 قطع. يعني كل خبزه راح ندير فيها 2 قطع، ندير يعني اللي تجي من تحت ونزيد نغلف على بالخبزه من الفوق. هذه يا حبيباتي. ولكن بعد ما قطعتها حسيت هذيك يعني حسيت هذوك يعني الكرات تاع العجين، حسيت العجينه تاعي خمرت، يعني زادت في الحجم ديالها. عاودت نقصت لهم وتحصلت على 6 خبزات الله يبارك. يعني ما شاء الله هاد يعني اللي شوفوا غير بالكاس حين تخرجوا الله يبارك. تخرجوا يعني كمية ما شاء الله. انا بعد ما قطعتهم نلوزهم هكذا المليح، ومن بعد نخليهم يريحوا واحد 5 دقائق، نغطيهم ونخليهم يعني نخلو العجينة تاعنا تريح. كما قلت لكم هاد الكسرة محشية ما كاش ما يحبهاش، تجي يعني سهلة، تقدروا تدوها معكم للبحر ولا كي تخرجوا زعما نزهة، ولا تقدروا تدوها معكم تجي يعني بزاف هنا. هنا نروحوا لكريمة الجبن. عندي 2 كيسان تاع الحليب، عندي 2 ملاعق كبار تاع الطحين الابيض او الفانينة، عندي شوية ملح شوية فلفل اسود، يعني نديرو صوص فروماج يعني عادي سامبل. نحرك مليح يعني نخلط هذا الخليط ونديه فوق النار ونقعد نحرك فيه كما قلت لكم خياتي. خلط مليح خليط هذا نحرك يعني حتى تنحلي هذيك الفانينة مع الحليب، نديه فوق النار ونقعد نحرك حتى يتقلي كيما راك تشوفوا. نزيد له قطعة تاع الجبن، نزيد له كيما قلت لكم حبيباتي قطعة تاع الجبن. يعني الجبن اللي عندكم جبن بورسيون اللي عندكم حبيباتي ضيفوه ومكسيتو كيما راك تشوفوا. نخليه يبرد. هنا نروحوا للكسرة تاعنا والعجينة تاعنا بعد ما ريحت نحلها بهذه الطريقة. نديروهاش خشينة خياتي، سيو رقوها شوية لانه راح نزيدو وحدة يعني فوقها. بعد ما حليت الاولى نحيها نزيد نحل الثانية. انا نجيبو هذيك صلصه الجبن اللي خدمتها. يعني هنا خدمت لكم صلصه الجبن علاش حبيباتي؟ يعني باش تجينا الكسره تاعنا اقتصاديه. اللي عندها يعني جبن تختيني بلا ما تخدمها، يعني دير غير جبن تختيني وتزيد تضيف الكومونبير. انا كنت ضفت هنا الكومونبير. نتوما حبيباتي اللي عندكم تقدروا ديروا يعني غير هاد الصلصه تاع الجبن وتزيدوا لها فخوماج هذاك الشيدر نربيوه. يعني ولا الجبن التختيني برك ديروه يعني حتجي بنينه. يعني كما قلت لكم حبيباتي واش عندكم تقدروا ديروه. انا كنت درت لها الكومونبير باش تجيني يعني البنه تاع الكومونبير في الكسره ديالي. انا بعد ما حليتها زدت درت يعني الكسره هذيك من الفوق غطيتها و يعني ضغطت عليها في الاطراف باش ما تنحليش، ونطيبها على نار يعني تكون ما تكونش يعني قويه، النار يعني تحت المتوسطه باش طيب لي يعني العجينه ديالي. نطيبها مزوج جوايه كيما راك تشوفوا. انا شوفوا حبيباتي ما كنت ما غلقتهاش مليح، كنخرج لي شويه الجبن من الاطراف. نتوما خياتي ما ديروش واش درت انا. كي تكونوا يعني تغلقوا فيها ديروا في الاطراف، ما تلحقوش الجبن هذاك حتى الاطراف، يعني خلوا واحد 1 سنتيمتر. من بعد خياتي ديروا ساير داير في الخبزه تاع الكسره تاعكم، ادهنوها بالماء بالبانسو ولا بالصبعكم برك، ادهنوها كامل ساير داير بالماء باش ما تفتح لكمش. هذه هي خياتي. ونطيبها كما شفتوا مزوج جوايه، ونديرها في منديل او في عفوا في منديل تاع المطبخ ونغطي عليها باش تقعد سخونه. ونزيد نطيب الثانيه ونكمل كامل يعني الكميه اللي عندي نطيبها بنفس الطريقه. ما تقوش برك النار خياتي باش ما تجيكمش الكسره تاعكم معجنه. هذه يا حبيباتي. وهنا كما راكم تشوفوا كي تحطوها تقبوها بالفرشيطه عادي.
يعني ماهيش راح تخرج لكم، تخافوا تخرج لكم من الجبن ولا، يعني تقبوها عادي بالفرشاة وخلوها طيب على نار. يعني كما قلت لكم ما تقووش عفوا للنار. هكذا خياتي، وقعدوا تدوروا فيها باش تدير هذاك اللون، يعني لون شباب هكذا. ونقلبها يعني سهله كيما شفتوا، ميم كي تحلوها ما راح تلصق لكم ما والو. هاد العجينه بزاف هايله، ما حد يعني تحقوا لا فارينه لا والو. اخياتي شوفوا هنا كيفاش خرج لي شويه الجبن من الاطراف. كما قلت لكم نتوما هنا راح نعاود، شوفوا حبيباتي راني عاودت شحال مخطره معاكم باش تفهموا مليح حبيباتي، يعني باش يعني سورتو المبتدئات، يعني باش يخدموها ان شاء الله تخدموها وتنجحوا فيها خياتي. انا كيما راك تشوفوا حبيباتي، دوك تشوفوا كنت درت المصايا داير. هنا ما تكتروش الجبن خياتي، انا كنت كترت الجبن على بها، يعني هاد صلصه الجبن على بها خرج لي من الاطراف. كي تغلقوها مليح يعني بالماء وتضغطوا عليها، ماهيش راح تخرج لكم يعني الفرماج او الجبن. انا نقطع بشرائح تاع الكومومبير، صدقوني تجي واحد الكسرة بزاف بنينة. تقدروا تقدموها مام مع يعني تقدموها مع البن. اسمحوا لي خياتي كان جاني اتصال، كما قلت لكم خياتي تقدموها بالبن، يعني صدقوني بنة بنة خياتي. خير ملي يعني تقعدوا طيبوا تحيروا، يعني تحيروا وتطيبوا. ويعني في هاد السخانة هادو هما الوصفات، يعني مالغري يعني كيكونوا طيبوها السخانة مي نحبوا بزاف. يعني هاد الوصفات يعني ناشفين وساهلين، ما يضروش في الاستوماء، احسن من المراقي وكما قالوا. هذه يا حبيباتي يعني وصفات ساهلين. وكما قلت لكم في بداية الفيديو حبيباتي، ما تنسونيش في الجيم يعني والاشتراك في القناة، سورتو الاشتراك في القناة خياتي، ان شاء الله باش تكبر العائلة تاعنا ان شاء الله، ويلحقكم كامل جديد ونجيب لكم وصفات ان شاء الله الناجحين والساهلين اللي ينحو عليكم الحيرة حبيباتي. انا راني نقسم معكم، يعني شوفوا كيفاش جات خياتي، كما قلت لكم تجي طرية وتجي مقرمشة من برا، تجي واحد البنة. تمنيتكم ان شاء الله تجربوها، يعني وصفة بزاف هايلة. شوفوا داك الكومومبير راح يذوب لداخل مع ديك صلصة الجبن، تجي واحد البنة. شهيتكم ان شاء الله في الجنة، ونقول لكم مع السلامة في وصفة واحدة اخرى. السلام عليكم.